الأجر عظيم جدا. والله يا بطن هذه البنت بعد جوع يشبع، بعد جوع النجر ما هو بسيط، والله ان الأجر ما هو بسيط. والله يا جماعة شبع هالبنات الضعيفات اللي بالعشة ما هو بسيط عقب جوعهن، والله ما هو بسيط. هذه هي مساعداتك يا متبرع، هذه هي مساعداتك يا ناشر، هذه هي مساعداتك يا محسن، هذه هي أموالكم وثقناها لكم عبر سنوات. كل سنة ما نجمع التبرعات ونخفيها، لا والله، والله ما هذا عملنا، والله ما هذا عملنا، والله ما هذا عملنا. كل ما نجمع تبرعات ننشر الأثر، ما نقول لك ارفع الرابط ولا عاد تدري وين فلوسك، لا والله ما هذا عملنا، والله ما هذا عملنا. نقول ارفع الرابط وابشر بعد 4 شهور 5 شهور نحدد لكم المدة، يكون الافتتاح ويكون العمل ويكون إن شاء الله الثقة التي من فضل الله، لولا الله ثم هذه الثقة ما جمعت كل هذه الأموال. هذه نقطة اللي تشوفونها أمامكم الآن، نقطة توزيع واحدة من ضمن عشرات النقاط في مختلف الدول، تقارير دورية ننشرها عن هذا التبرعات. هذه تبرعاتكم، هذه سلالكم الغذائية اللي وعدناكم أنها تتوزع. هنا نقطة فقط من عشرات النقاط اللي توزع الآن في مختلف الدول، في الصومال وفي غزة وفي اليمن وفي تشاد وفي النيجر وفي موريتانيا وفي بعض الدول الأخرى. إذن هذه هي أموالكم ونوثقها لكم باستمرار، ما شاء الله تبارك الله. سلال غذائية، آبار، مساجد، مدارس، مستوصفات، دور أيتام، كل هذه المشاريع وثقناها ونوثقها ومستمرين نوثق وين تروح تبرعاتكم لتطمئن القلوب وتزداد الثقة بإذن الله. لذلك ما دعمتنا الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة الشؤون الكويتية ووزارة الخارجية الكويتية ودعم تلفزيون دولة الكويت الرسمي ووزارة الإعلام إلا لثقتهم بجمعية النجاة وبالعمل الخيري في الكويت ولله الحمد، والتبرع من كل دول العالم. أعيد وأكرر، هذه السلال الغذائية الكويت هي التي تنفذ عبر جمعياتها، ولكن المتبرعين من كل دول العالم، كل دول العالم يتبرعون عبر الجمعيات الكويتية وتحديدا جمعية النجاة الخيرية الكويتية اللي ثقتهم فيها بإذن الله. هذه أموالكم. كم من بطن سيشبع بعد جوع، كم من مسلم سيفطر بعد جوع، كم من مسلم سيتسحر على هذه الموائد من فضل الله ثم بتبرعاتكم ولله الحمد. اللهم لك الحمد. هذه هي أموالكم يا مسلمين، هذه هي أموالكم يا محسنين، هذا هو الأجر الذي سيصل بإذن الله. هذه هي الحسنات، هي الباحث عن الحسنات وبإذن الله تكفير ذنوب. شوفوا معي، شوفوا معي، هذه حملتكم 1,000,000 وجبة إفطار، اللهم لك الحمد. تخيلوا معي هذه العشش اليوم راح يفطرون بإذن الله، هذه العشش اليوم راح يتسحرون بإذن الله، هذه العشش اليوم راح يروون بإذن الله. كل هذا بميزان أعمال من؟ بميزان أعمال كل من تبرع وكل من نشر من أي دولة في العالم كان، من أي مكان في العالم كان. نسأل الله لا يحرمكم الأجر، قولوا آمين. أولوية التوزيع خليناها للأخوة المعاقين، 35 أسرة لأشخاص معاقين صارت لهم الأولوية لأنهم ما يستطيعون يعني جوعان ومعاق، فهو الأولى بإذن الله. السلام عليكم، كيف الحال؟ يلا ينتظرون المساعدات، ينتظرون المساعدات. شفتوهم صغار، شفتوا العشش هذه كلها الآن راح يفطرون. كل هذه العشش المحيطة فينا وكل هذه المخيمات للنازحين راح يفطرون على خير، على رز، على دقيق، على مكرونة عظيم. والله عيش ما نحتاج. لذلك ما تدري لو انها تصيب، والله يا دعوة معاق وإيش خوافي الأمور عند الله وإيش سرائر الناس. والله يا أمهاتنا هنا في الصومال وفي اليمن وفي السودان وفي النيجر وفي تشاد وفي موريتانيا وفي غزة ما وقفوا إلا لحاجة، ما جابهم إلا الجوع. هذه الوالدة ما جابها إلا الجوع، والله ما جت وقفت على عصاها إلا من الجوع. الجوع وما أدراكم بالجوع. ينتظرون هذه المساعدات، لذلك وصلت مساعداتكم. أبشركم وصلت مساعداتكم، والله إنها وصلت، والله إنها وصلت، والله إنها وصلت في الصومال
الصومال، والله انها تصل في اليمن وتصل في السودان وتصل في تشاد وكل الدول اللي انا اذكرها دائما وازورها انا بنفسي واشرف على هذه الحملات. انا الان في الصومال ولكن اتابع توزيع الفرق في اليمن، واتابع توزيع الفرق في تشاد وفي النيجر وفي غزة وفي موريتانيا. والله تصلنا التقارير أول بأول. فرق جمعية النجاة الخيرية الكويتية تعمل في كل مكان، تعمل بتقارير دورية. شوفوا معي، هذا هو شعارنا، مليون وجبة إفطار. اللهم لك الحمد. وصلت، نعم وصلت من فضل الله، ثم فضلكم وفضل تبرعاتكم وبدعم حكومة دولة الكويت. دعم كبير جدا تقدم حكومة دولة الكويت لأعمالها الخيرية في مختلف الدول. اللهم لك الحمد. والله ما أبالغ إذا قلت من رأس الهرم في الكويت صاحب السمو الأمير مشعل الأحمد إلى أصغر موظف ممكن يكون في إحدى الجمعيات، دعم مباشر من الدولة في الكويت لهذه الأعمال التي شهدت لها الأمم المتحدة بنظافتها ولله الحمد. نعم تلقت الكويت تقارير من الأمم المتحدة بنظافة العمل الخيري الكويتي ولله الحمد. مؤسسي، عمل مؤسسي، اللهم لك الحمد، مشرف جدا. أن الأجر عظيم جدا. والله يا بطن هذه البنت بعد جوع يشبع، بعد جوع النجر ما هو بسيط. والله أن الأجر ما هو بسيط. والله يا جماعة شبع هالبنات الضعيفات اللي بالعشة ما هو بسيط عقب جوعهن، والله ما هو بسيط. تخيلوا يا جماعة بعضهم له يوم ونص ما أكل، والله له يوم ونص ما أكل، الآن راح يأكل وراح يشبع وراح في ميزان كل من تبرع وكل من نشر. الدال على الخير كفاعله، يقول عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله ولا ينقص ذلك من أجره شيئا بإذن الله. لذلك هنيئا لكم يا متبرعين، هنيئا لكم يا ناشرين، هنيئا لكل من ساهم في نجاح هذه الحملة. أسأل الله لا يحرمكم الأجر.